الاكسنت ده بتاع العيال التوتو مش هو ده اللي هم بيقولوه. اهلا بيكم معانا في الحلقه الرابعه من حلقات دماغ انجليزي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن النطق. واحنا محتاجين نتعلم النطق؟ يا ترى نتعلم امريكان ولا بريتش؟ يا ترى النطق له لازمه في الكلام ولا مجرد منظر كده وخلاص؟ المره اللي فاتت من حلقه دماغ انجليزي اتكلمنا عن الناس اللي بتقول ان الجرامر ملوش لازمه والناس بتقول ان النطق ملوش لازمه. المره اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الجرامر واهميته، شفنا بشكل عملي ان موضوع الجرامر ده مش مجرد، او القواعد بشكل عام مش مجرد حاجات بتدرس كده ملهاش لازمه، لا ده بنستخدمها ما نعرفش نتكلم من غيرها. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الاكسنت او النطق، وده برضه موضوع عليه خناقه كبيره جدا. في ناس تقول لك انت اهم حاجه النطق، ناس تقول لك نطق ايه، اهم حاجه نتعلم اللغه نفسها، نتعلم كلمات، نتعلم قواعد، ادرس كويس جدا، هو ده الميت، هو ده الاصل في اللغه. خلونا ندردش مع بعض كده بعيدا عن الخناقات ونحاول نفهم، عشان برضه ما نسيبش حد يضحك علينا بدعوى ان هو بيسهل علينا او بدعوى ان هو شايف ان هو ده الطريق الصح والطريق التاني هيكون تضييع وقت او مش هيفيدنا بحاجه او منظره بس وخلاص. احنا هنا المره دي بنتكلم بشكل واضح عن النطق، وهو ده اصلا اللي الناس بتقوله ان انت لازم تنطق صح. طب هو النطق ده مهم ولا هو مجرد منظر شكل كده حلو وخلاص؟ خلونا بس الاول نفرق ما بين البرونسيشن والاكسنت. النطق الصح ده حاجه، والاكسنت او اللهجه او اللكنه دي حاجه. عشان نفرق ما بينهم لان هو بالعربي الموضوع مش واضح قوي، هنقول ان ده النطق الصح وده جماليه النطق. النطق الصح ما فيهوش نقاش يا جماعه ان هو مهم، مفيش نقاش ان هو من غيره انا هيبقى عندي مشكله كبيره، من غيره انا مش عارف اوصل اللي عندي. طبعا واضح انا مؤيد لانهي وجهه نظر، مؤيد لانهي مدرسه، ان محتاج تتعلم نطق، بس خلونا ناخدها واحده واحده كده. نرسم مثلث كده مع بعض ونتخيل ان قاعده المثلث هو عندنا 3 درجات. قاعده المثلث في النطق اللي مش صح ومش هتتفهم، بعد كده نوصل للمستوى الثاني او وسط او قلب المثلث اللي هو فيه نطق صح بس شكله مش حلو قوي بس هيتفهم، بعد كده نوصل لفوق النطق صح وشكله حلو وهيتفهم. نبدا بالقاعده، وهنا بيكون في القواعد الاساسيه اللي من غيرها فعلا هيحصل مشكله. اول ما اتعلمنا فكره النطق دي كنا متخيلين ان اللي قدامنا عايز يوصلنا ان احنا ننطق صح او ننطق كويس او يكون شكلنا حلو وخلاص. بينما بعد كده لما تيجي تحتك فعلا وتتعامل تلاقي لا، ان في حاجات انت لو قلتها غلط اللي قدامك مش هيفهمك. ليه؟ لان تاني اللي قدامك مش هيفهم انت عايز تقول ايه. يعني نيجي نقول ان في حاجه اسمها تي اتش وحاجه اسمها اس، في حاجه اسمها ث ساوند وحاجه اسمها س ساوند، او بالعربي نقول الثاء والسين، الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. لما يجي مثلا يقول لك ان الصفه بتاعت الث ساوند او تي اتش ان هو I have to see your tongue between your teeth، انا لازم اشوف لسانك ما بين سنانك، وبعدين يقول لك ايه if I didn't see it you didn't say it. لو انا ما شفتش اللسان يبقى انت ما قلتش، يبقى انت ما نطقتش. if I didn't see it you didn't say it. لو انا ما شفتش لسانك يبقى انت ما نطقتش الصوت ده. وهنا في نقطه مهمه جدا، ان هو ما قالكش ما نطقتوش صح، لان في حاجه اسمها نطق صح ونطق غلط. في حاجه اسمها يا تنطق الحرف ده يا تنطق حرف تاني، يا تتفهم يا ما تتفهمش، يا توصل الصوت ده يا توصل صوت تاني. وهنا بقى بيجي كلمه مهمه جدا لواحد اسمه ميشيل توماس. الراجل ده بيعلم كل اللغات، بيعلم حتى عربي بس بالانجليزي. اللغه الوحيده اللي مش ممكن تتعلمها معايا هي الانجليزي، لانه بيعلم كل حاجه بالانجليزي. انا اتعلمت معاه ايطالي واسباني واستفدت جدا منه لان هو طريقته طريقه عمليه قوي. بيقول ايه بقى؟ ان انت لو بتتعلم لغه جديده ونطقت غلط if you are lucky you will not be understood. فاهمين؟ لو انت محظوظ انت مش هتتفهم. تقول لي امال لو مش محظوظ؟ انت هتتفهم غلط. يعني انت ما بين ان انت ما تتفهمش خالص، وده على فكره هتكون افضل حاجه، يا اما اللي انت بتقوله ده يكون له معنى تاني. هو الفكره في ايه؟ ان احنا بنكون بننطق حاجه معينه وبناخد مثلا، اديك مثال عملي عشان نفهم احنا بنعمل ايه مع النيتف. ان احنا مثلا بتيجي على قاف هتخففها هتخليها كاف، تفخيم وترقيق اهو بقت كلمه ثانيه. تخيل مثلا تقول واحد انت القلب الكبير، هتخففها هتخليها كاف، هتوديها فين؟ تبقى مشكله. ده اللي احنا بنعمله مع النيتف واحنا مش واخدين بالنا. احنا متخيلين تغيير بسيط في التفخيم والترقيق، في فتحه في كسره في ضمه، ما هو كل اللغات فيها كده، هو المفروض يفهم. لا، هو المشكله بقى بتكون فين؟ ان انت بتكون اصلا مش عارف ان في كلمه تانية فيها التغيير ده. زي مثلا انت بتقول قلب فخففتها بالعربي، فانت مش هو لو هو واحد نيتف بيكلمك لو خففها هو ما يعرفش ان في كلمه ثانيه. هو ده بيكون حالتنا، ده اللي انت بتعمله في النيتف، لان النيتف نسبه توقع الخطا عنده كام في الميه؟ 0%. هو مش متخيل انك بتغلط. يعني ايه مش متخيل انك بتغلط؟ يعني
المشكله الحقيقيه بتكون لما انت بتقول حاجه بتغير نطق معين، والنطق ده بيكون له معنى عنده، انت مش مدرك ان في معنى هو فهمه، وهو هيفهم ده، هيفهم اللي انت قلته، مش هيفهم حاجه تانية، مش هيفهم اللي جواك، مش هيفهم اللي انت عايز توصله. نطلع للمستوى التاني في المثلث او في الهرم، وهو ان انت نطقك سليم مفهوم بس شكله مش حلو قوي. وده بالنسبه لناس كتير يقول لك خلاص يا عم انا عايز افضل هنا، انت اكيد مش عايز افضل تحت، اللي هي النطق غلط، مش هتفهم غلط، الحاجه اللي انا اقولها هغير في النطق شويه فهيتغير في المعنى، او اللي قدامي مش هيفهمني، فانا اكيد مش عايز ابقى كده. واللي تحت دي على فكره هي اللي فيها الفرق بين البي والبي، فيها الفرق بين نطق التي اتش والاس، الحاجات الفوارق دي اللي هو لو انت ما عملتهاش لا انت هيكون عندك مشكله، اللي قدامك مش هيفهمك او هيفهم حاجه ثانيه. في عندنا امثله مشهوره زي اللي كان قاعد على فناره بيكلم سفينه، فبيقولوا له وي ار sinking، احنا بنغرق، فقال لهم وات ار يو ثينكينج اباوت، يعني انتوا بتفكروا في ايه؟ هم بيقولوا احنا بنغرق وهو بيقول لهم انتوا بتفكروا في ايه. هو بما ان هو في نطقه ما بيفرقش معاه قوي الفرق ما بين الث ساوند والسا ساوند، فتخيل برضه او هو بيسمع، يعني خلي بالك ما انت بتسمع عشان انت بتنطق، ده متسجل عندك، فهو نفس الكلام، هو عشان مش متعود ان في فرق في النطق، فلما سمع ما حسش بفرق، فسمع سينكينج على انها سينك اللي هو يفكر، وهي طبعا مش كده، هي سينك اللي هي يغرق، ودي ثينك اللي هي يفكر، فقال لهم وات ار يو ثينكينج اباوت. لو احنا بقى هنبتدي نطلع للدرجه الثانيه اللي هو خلاص انا ما بتفهمش غلط بس نطقي مش وحش، طب انا عايز افضل هنا، دي ما فيهاش مشكله اهي، انت بتقول ان انا بتفهم، انا مش محتاج ان انا اكون مش محتاج ان انا اكون نطقي حلو، انا يكفي ان انا اكون خلاص كده بتفهم. هقول لك ان انا برضه مش بحب ان انت تفضل هنا لثلاث اسباب. السبب الاول ان معنى ان انت تفضل هنا ان معنى يكون هدفك بس ان انت ما تتفهمش غلط، او ان انت يا دوبك تتفهم بس، لما يكون ده هدفك انت ممكن تنزل عنه. لما يكون هدفك ان انت يا دوبك تتفهم انت ممكن ما تفهمش، هدفك ان انت ما تتفهمش غلط انت ممكن تتفهم غلط، وده الطبيعي بتاع اي حد بيشوت بيصوب نحو اي هدف ان هو ممكن يقل عنه. لكن لما يكون هدفك ان انت تنطق صح وتنطق كويس وسليم ويبقى نطقك حلو، يبقى اقل حاجه هتحصل ان انت ايه؟ هتتفهم صح مش هتتفهم غلط. فده السبب الاول. السبب الثاني ان في اماكن سواء كان شركات او كيانات حكوميه او كول سنتر، مراكز الاتصال او اللي هم خدمه العملاء، هو ساعات بيكون بيطالبك ان انت لا انت محتاج يكون نطقك حلو، نطقك كويس، مش بس مش غلط. وده على فكره يا جماعه عن تجربه شخصيه بيفرق ما بين ان انت تتقبل او ما تتقبلش، بيفرق ما بين ان انت تتقبل باكس رقم مرتب يعني، او تتقبل باكس تاني رقم مرتب تاني، وده انا بكلمك عن تجربه عمليه. السبب الثالث بقى ان انت لو مش متعود تنطق، يعني خلينا نقول ان انت هتفضل طول عمرك تنطق ايجيبشن انجلش وهتتفهم، خلينا نقول كده ان في حاجات معينه انت مش هتتعرض لها، مش هتدرسها، مش هتذاكرها، فمش بس هتكون مشكله ان انت مش هتنطق النطق ده، لا المشكله ان انت لما هتسمع مش هتفهم. يعني انت مثلا مش هتكون اتعرضت خالص للتي او الفلاب تي بتاعت الامريكان، فكلمه زي واتر لو سمعتها انت مش هتفهمها. ليه؟ مش متكود عندك، انت مش متكود عندك، لا انت ما ذاكرتهاش اصلا، انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها تي هتتحول لفلاب دي، فلما تسمع مش هتفهم. يعني المشكله او مش مساله المشكله، الفكره في النطق مش بس ان انت تنطق صح، الفكره ان انت في حاجات كتير قوي بتفهمها، ودنك بتسمعها ومخك بيفهمها عشان انت بتنطقها، عشان انت مريت بيها. انما لما تكون انت عمرك ما مريت بالامريكان او، عمرك ما مريت بالامريكان تي، عمرك ما مريت بشوا، وشوا دي على فكره الامريكان والبريتش دي حاجه ثابته في كله. ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه نتكلم عن الفرق بين الامريكان والبريتش، انا بس هنا بتكلم عن الفرق اللي ايه، او بتكلم عن الحاجات الحيويه اللي هو لو انت ما عملتهاش هتبقى عندك مشكله. وبناء عليه فانا شخصيا بختار اولا ان انا اتعلم معلم امريكان، وان شاء الله هنتكلم في الفرق ما بين الاثنين، وبختار ان انا اوصل لقمه الهرم، ان انا احاول اوصل على قد ما اقدر ان انا يكون نطقي صح ومفهوم، بختار ان انا اوصل على قد ما اقدر ان انا يكون نطقي صح ومفهوم وحلو كمان. عشان ايه؟ اولا اتعلم، لان انا لو ما اهتمتش ان انا نطقي يبقى اوصل للقمه، فانا في حاجات كتير مش هتعلمها فمش هنطقها فمش هفهمها، ده رقم واحد. رقم اثنين، عشان لو لا قدر الله نزلت على الاولانيه يبقى اوصل للثانيه اللي هو بتفهم ما بتفهمش غلط، انما ما احبش ابدا يبقى هدف الثانيه دي. اتمنى تكون الفكره وصلت، وهنتكلم اكتر في موضوع النطق والفرق بين الامريكان والبريتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لان فعلا بيساعد، واكتب لنا كومنت قول لنا لو عندك اي سؤال، ناقشنا، قول لنا رايك لو انت مختلف معانا، ولو حسيت انك استفدت وعايز تفيد غيرك اعمل شير للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه من دماغ انجليزي.